السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في بيبي شارك جوه التانك. فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن الحوض الرئيسي بتاعي 60 في 40 في 40، وهنبدأ نتكلم عن الحاجات اللي جت جديدة اللي بدأنا هنضيفها للحوض ده إن شاء الله. الكيس أهو مكتوب عليه عبده. ده حاجة جديدة كده، مينا الأنطواني بتاع اسكندرية لسه منزلها في الرسالة اللي فاتت، وبصراحة يعني قعدت اتردد كتير ان انا اطلبها لحد ما خدت الخبر اليقين ورحت طلبتها على طول في نفس اليوم وجات لي النهارده ان شاء الله. واستلمت الكيس اهو عبده اهو، ومحطوط فيه نوعين من الاسماك. حاجه انا اول مره يعني اشوفها اصلا، يعني انا مش موجود من زمان في الموضوع الهوايه. انا طبعا فاصل الفلاتر كلها عشان اعرف اصور، عشان خاطر كذا حد قال لي على فكره الموضوع الصوت اللي بيبقى في الفيديوهات، وموضوع ان هو بلاش يبقى فويس اوفر قوي يعني. فانا حاولت ان انا يعني اكون موجود اظهر نوعا ما، وان انا ابدا اتكلم عن شويه حاجات معلومات الى حد ما انا عارفها. يعني ما عنديش خبره كبيره قوي او خبره سنين في الموضوع، على قد ما هو على قد ما اقدر اقول اللي انا عارفه. ممكن يكون حد بيتابع او بيشوف هو ما عندوش الموضوع ده، يعني خمنوا ايه اللي ممكن اكون جبته في الكيس ده. كيس واحد فيه نوعين من الاسماك، 6 سمكات. فانا هنبدا نفتح الكيس دلوقتي مع بعض ان شاء الله، وهنشوف فيه. لو حاول تخمن كده في الكومنتات ايه اللي ممكن يكون في الكيس ده. هنبص مع بعض دلوقتي ونفتح الكيس عشان نبدا نقلمه. انا بقالي سايبه بتاع حوالي ربع ساعه على وش الميه عشان يبدا ياخد من حراره الحوض شويه، وهبدا افتحه دلوقتي واحده واحده واثبته على الحوض من فوق عشان خاطر يبدا يخش له هواء في الكيس. ونبدا نقلم واحده واحده بالطريقه المعتاده اللي احنا عارفينها. هنشوفها مع بعض دلوقتي ان احنا ناخد من ميه الحوض شويه شويه ونضيفهم للكيس. تابعوا معايا دلوقتي عشان نشوف بقى. هاي 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 ده ده الحاجات اللي جوه الكيس. سيبكم من الفايتر اللي ورا ده ده بيحب يشاكس اي حد جديد. ده الحاجات اللي جوه الحوض. هاف بيك بلاتينيوم. هي اللهم صل على النبي حتى مش كانتش باينه في العرض اللي هو منزله ان هي كمان الزعانف في اللي ورا فيها نوع من اللون البرتقاني. طبعا انا عشان بصور بايد واحده فانا مش باين. ودي الهاف بيك بلاتينيوم تحفه جدا. بص هتلاقوا فيه في الزعنفه اللي ورا فيه برتقاني او اصفر او حاجه زي كده. انا ما عنديش خبره بيها كفايه قوي. انا جايب جوزين. هما المفروض ان هي بتولد وبتقعد 30 حاجه 40 يوم تقريبا. والتانية دي النحله الشقيه العسوله جدا المتوحش الصغير، البامبل بي جوبي. ده الجوبي جوبي بقى، ده الجوبي الاساسي، الجوبي الاصلي، النوع اللي هو اللي فيه منه في عزب، فاهم؟ الفصيله الاساسيه بتاعت الجوبي نفسها. التانية اللي عندنا اللي هي دي زي الفول بلاك دي جابي. دي جابي لكن دي جوبي. دي بامبل بي جوبي. جايب منها بس برضك جوز، اعتقد مش محدد الجنس قوي. الهاف بيك جايب جوزين. من المفترض ان هي تعيش عادي مع الزرع، مفيش اي مشكله للاتنين مع الزرع، عشان الحوض ده زي ما انتم شايفين اللهم صل على النبي اذكروا الله يعني متروس. وفي حاجات طايفه هنا، زرع طايف مستورد ومصري. ودي الزبرة الحمد لله خلاص اتباعت محجوزة لصديق. بس وهنا هيبقى معاها الفول بلاك جابي، والنيون تترا الجميلة اللي بعشقها، وحتة زبرة كده مدوخاني مش عارف اطلعها اسيبها زي ما هي بقى تعيش. والجمبري اللطيف اللي عايش حياته هنا الحمد لله مفيش اي مشكلة. وفرخ كمان عندي انا كده كده. ده بالاضافة للحوض اللي عندي ريد شريمب، ده حاجة لوحده كده، الوانات مختلفة جايبها من صديق بردك وسايبها عندي. ده بردك الاصفر اهو. ودي الهيل ستريم لوتش الحلوة الجميلة، سمكة الفراشة. كان معاها اختها بس يعني خطأ مني كده ماتت. واللي مستخبي جوه ده دي الحاجات دي انا اللي عاملها بايدي. اعمل كده زي مخابئ صغيرة عشان خاطر الجمبري. ده الكولي لوتش اهو. بص قاعد فين ابن اللذينة. واو بس ده طاير ده ولا على باله حاجة. وده النيون تترا. ودي الانفانتير فايتر. في حتة فايتر تاني بس مش عارف هتلاقيها نايمة. في الالجا ايتر وفي الالبينو كات فيش. في حتة هناك بريستال نوز كانت مع اختها برضك بس للأسف يعني ماليش حظ في الثنائيات خالص يعني. وفي مدرعة كات فيش جوه. انا بحاول اوريكم دي السياميز الجا ايتر حبيبة قلبي المنقذة بتاعتي اهو، تقريبا مصاب اهو. ده النيمو فايتر. الذكر بتاعها للأسف يعني اتكل، فحاول تاني مع ذكر تاني. وان شاء الله نشوف حاجات فايتر لطيفه كده. واللي بيبقى عنده زراعه فايتر برضك وهيشوف الفيديو ده يحاول يتواصل معايا ياخد منه برضك زراعه فايتر. انا بقى غاوي تسمين يعني، بحب تسمين الاسماك.
نعمل شغل ان شاء الله مع بعض لطيف. ده تقريبا لو انا مش ناسي حاجة، ده تقريبا كل اللي في الحوض. عندي مجموعة نباتات لطيفة. ده الجابي جراس اللي خدته من صديقي توني اللي قلتلكوا عليهم في فيديو الزرع. والله اكبر، يعني ده كده تقريبا نتاج ممكن نقول اسبوع واحد مثلا او اسبوع ونص عشان ما نبقاش مفتريين. بصوا تبدأ بقى ايه تلعبوا وتنططوا. انا هنزلكم ما تخافوش، انا بس ايه بوري الناس الحاجات، وبالمره ايه تاخدوا كفايتكم في الاقلام شويه. الزعنفه اللي وراها هتجننا، اللهم صل على النبي الله اكبر. فيها برتقاني واحمر وحاجات عالميه. يعني هي المشكله ان هي بتاخد نص الحوض اللي فوق وبيقولوا ان هي بتقفز يعني قفزان خطير، وانا خايف جدا من الموضوع ده بصراحه، بقلق من الموضوع ده. فهحاول ان انا اشوف اي حاجه احطها على الحوض من فوق، خاصه ما عنديش حاجه تعمل طول ال40 ده، فهحاول. ودي السنجم والبوتس الجمال اللي كنت جايبهم عبارة عن ورقتين 3. فنباتات العسل طبعا انا اكتشفت حاجة كده بطرف عيني. اهو 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 اهو، تعالى تعالى يا ابن اللذينة، يا ابن اللذينة، لسه في ناس قاعدة جوه. ده كانت لحظة ممتعة أول مرة أشوفهم متجمعين. طبعا هما كان في 2 في العندي وواحد في العندي، وواحد جه اللهم صل على النبي طيرهم. أنا كنت جايب 5 من عند شيلد كده. بص العسل، بص العسل، بص العسل. بص ده اهو، ده حامل بيض. ده ريد شيري حامل بيض ولسه مفرخ اصلا، في تقريبا نتاية تانية غيره. فتعالى بقى ايه، يعني عشان ما اطولش عليكم على الفاضي، خلونا نفتح الكيس. انا مش عارف افتح ازاي بايد وايد، فخليني عشان انا مش عارف اصور وافتح، فانا هاكله حته كده بالطول من فوق كده، وايه وهدلدل الكيس كده على الوش ونشوف مع بعضينا. خليكم معايا. ده اهو فتحت الكيس من فوق زي ما انتم شايفين ده، دي بقى الفجوة بتاعته عشان تدخل شوية هوا. وهبدأ عندي دي كده، هبدأ ايه اخد ايه يعني شوية مية كده ايه بالتنقيط كده، شوية شوية شوية، بص شوية شوية يعني ايه. هبدأ طبعا ايه يعني الواحد يقلق على الحاجات دي، وهنبدأ ايه نسقسق لها واحدة واحدة. اللهم صل على النبي. ألوانها تحفة، فربنا يبارك. دعواتكم الحلوة كده الواحد ربنا يكرمه ويلهمه، يقدر يفرخ منهم كده ويطلع منهم حاجات لطيفة. فخلينا نبدأ نعمل لهم كده فأنا يعتبر كل ده يعتبر بأقلم، كل ده بأقلم وهفضل أقلم. طبعا خلاص أنا يعتبر كده أقلمت الدنيا تمام، والسمك خد راحته وبدأ يلعب فوق وتحت. مش عارف ايه العكس ده ايه. فيعني الهاف بيك دي تعتبر شوية. انا دلوقتي خلاص يعتبر اقلمت بما فيه الكفاية. بصوا شايفين العسل النحل ده، اللهم صل على النبي. طبعا السمكة دي تحفة، ما كنتش واخد بالي كمان ان هي فيها اللون البرتقاني والاحمر خفيف من ورا ده. هي شوية عشان خاطر مش عارف الناس شايفاها اهي، بص اهي. هي شوية شبيهة بالالجيتور جار اللي هي السمكة اللي شبه التمساح دي. إيه وشوية وشوية تحس ان هي يعني جسمها او الجسم عموما تحسه مدي على اروانة، بس الاروانة بتبقى فيها سحبة كده في الاخر. بس دي طبعا حاجة قزمية. هي طبعا اللي جت دي 3 ونص، يعني مش هتبقى اكتر من 3 اعتقد كمان. بصوا شايفين الحلاوة. اقف يابا اقف، عايز اصورك بس. فهو لطيف. والحمد لله الواحد كان بيبقى حابب الشكل بتاع السمك الشرس، بس ما عندوش ان هو ادنى فكرة ان هو ممكن يجيب الكلام ده. شايفين الحلويات. هاني اقف بقى، مش عايز اصوره شكله كده. طبعا هينزلوا المية وهيجروا، مش هلحق منهم اي حاجة. انا خايف منكم انتوا يلا عايشين على وش المية. فخلونا نبدأ ننزلهم ونشوف الموضوع هيوصل معانا على ايه، ونبدأ نشوفهم جوه المية ونشوفهم ياكلوا. هما المفروض ان هما بياكلوا دراي عادي، فهنبدأ نشوف جوه الحوض المية هيبقوا عاملين ازاي. تعال بس. فانا طبعا هنزل الكلام ده بالشبكة، مش هنزل مية كده مباشر. هبدأ اخدهم واحدة واحدة بالشبكة وانزلهم. يا رب بس الموضوع يسعفني. هعمل كده وارجع لكم تاني. طبعا هم نزلوا. هنبدأ بقى ايه يا نهار اسود، نبدأ ندور عليهم. جميلة ايه. فين خدي طيب.
قولي. تعال اهو. اليوم بقى ايه يا تعايشوا. يا رب بس ايه ارجع الاقي الجمبري زي ما هو. يا نهار اسود راح فين. ربنا يستر اللي بيطلع فوق ده. انا سايب مساحة في الحوض يعني محترمة. يا رب بس ايه ما يغدره، عشان ايه العملية مش مستحملة. بس فا ايه عايزين نشوف البامبل بي راح فين. انا عارف انت بتعيش تحت بقى تشلني. فينه 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 راح فين. هناك اهو. مش عارف هتشوفوه من هنا ولا لأ. فين فين فين. قاعد انا باينة. اتمخطر انت اتمخطر يا زغلول. فين. حموكش قاعدين فوق اهم. دول قاعدين فوق هدور عليهم فوق بعد كده اهم. شايفينهم 3 فوق وفي واحد نزل تحت تلاقيه اهو يجيب اي حاجة. الاتنين بقى الجوبي دول مش هلاقيهم عارفين. انا عارف اللون بتاعهم دوت مع الجمبري مش هيبين اي حاجة. فربنا يستر. انا كنت سايب اصلا شوية قشور من بتاعة ايبك اهو قاعد اهو. فايه ربنا يكرم كده ايه ويتعايشوا. هو حتى بطريقته للاكل بتحس ان هو بيقطم كده. وبرضك اللي عرفته ان هما الفك بتاعهم اللي تحت مش اهم فين اهم فين. بس فهم الفك بتاعهم من تحت ما بيتحركش. ففكرة الهنش او اللي هما يهبشوا في حاجة بتبقى صعبة شوية عشان خاطر الفكرة دي. هما يا دوبك بياكلوا بس يا دوبك يفتح اللي فوق دي بس عشان ياكل اي حاجة. فربنا يكرم ويبارك في الحاجات دي. برضك لو في اي حاجة تانية ظهرت قبل ما الفيديو اخلصه هبقى اوريكم الحاجات دي. والحاجة حاجة على الماشي كده كوميدية شوية. حاولوا ان انتوا في 7 المنتج المصري الجديد او مش عارف مش مصري تقريبا بس يعني منتج اللي شغال محلي شوية. الفي 7 ده كان ذاته بيبقى عليها الغطا ده كده. فمش مش دعاية خالص بس الفكرة كلها عشان عدم الاستغلال او الحاجات دي. بس هو ده سمكه شوية. فانت هتغطسه بأي حاجة. تحط عليه اي حاجة هنا كده وتحطه وتعمله أكلة بقى للسمك تعمله أكلة للجمبري. هو ينفع اكتر للجمبري. فهتحطه كده وتحط عليه مثلا اي حاجة من الجرش او حاجة وتحط عليه الاكل اللي انت عايزه هنا كده هيظبط معاك الدنيا. ولا هتجيب بقى طبق ب40 جنيه ولا الكلام ده كله. لو انت عايز انا عندي كذا واحدة لو انت عايز تحطهم كده هما تزود تنقص تعمل مفيش اي مشكلة. فكرة ببلاش بدل ما ندفع ايه فيها فلوس. وطبعا حبيت اقول لكم في فيديو الزرع لما يجي ان شاء الله الفلسناريا عاملة معايا شغل قليل الادب. بصوا طالعة منين وهي اصلا انا كنت حاطط شوية في الاخر خالص. طالعة من الجنب هنا ونطلي في النص. بصوا لو شفتوا اهي اللي في النص دي لا قدام السيسي فلورا وجنب السيسي فلورا من هنا. يعني هي حرفيا مترشقة في كل حتة. وعندي الجاينت دي في النص كده هنا كده اهو. نص بتاع بالظبط فيه بقى نبتة صغيرة طالعة. هو رانر ماشي ومش عايز يثبت اهو. بصوا شايفين هنا كده اهو اهو اللي في النص دي كده في رانر اهو. وفي هنا تقريبا برضك واحد تاني هو مش عايز يهمد. هو بيخش بطريقة عشوائية في كل حتة وملوش دعوة. أنا صباح الفل. والجابي جراس زي ما انتم شايفين اللهم صل على النبي الموضوع بقى لطيف. الارتفاع بتاعه حلو قوي يعني شايفين هي دي. ده واكتر تقريبا. ده الارتفاع بتاعه انا لسه قصه ما بقالوش يعني. هو ده كده انتاج اسبوع او طول اسبوع. طبعا مع التسميد الدنيا بتختلف انا عارف. بس في العموم هي كده كده الموضوع بتاعها سريع فحلو جدا التكاثر بتاعها. خلينا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا خايف والله اسيبكم اجي ما الاقيكمش فوق. فربنا يستر وهاجي اعدكم. يعني خليكم متابعين. متنسوش الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واعملي كومنت لو انت شايف ان الفيديو عجبك او رأيك او قولي اي حاجة في اي حتة. سيب لي كومنت وخلاص. ولو الفيديو عجبك ممكن تشيره لاصحابك اللي مهتمين بالهواية عشان تدعموني اكتر او اوصل لكم معلومات اكتر. واللي عايز نتكلم عن اي توبيك معين او اي حاجة معينة عايز نتكلم عليها هيبعت لي على الانستجرام على الفيسبوك على الواتساب على اي حاجة. وجروب الواتساب بتاعنا الخاص بهواية الاسماك هتلاقوه برضك
هتلاقوه بردك على اليوتيوب، وبنزله في الكومنتات بتاعتها وفي الديسكريبشن. تقدروا بردك تخشوا الجروب بتاع الواتساب، ده جروب فيه هو كتير نقدر نساعد بعضينا فيه. وصفحة بيبي شارك بردك هتلاقوها في الديسكريبشن. ما تنسوش المتابعة والكومنت اللذيذ واللايك اللذيذ. سلام.